مرحبا في سيدي بمنطقة الطيونة بمحيط المنطقة. كانت نازلة من بناية، فجأة تفاجأت لقيت رجل عم بيركض نحوها بشكل غريب، باسها بالقوة ومسكها، وكان ناوي مش مرحلة التحرش إذا قدر، يمكن حتى ربما الاغتصاب. هي تعاملت بذكاء مع الموقف، دفشته ورجعت لورا على الطابق الأرضي. شاف الناطور تبع البناية وكان في رجل قاعد بقلب هيدا المبنى كان نازل. لما شاف الناطور مسكها او حماها، يعني بعدها عن هيداك. اما الرجل اللي كان من احد سكان المبنى ركض وراه لهيدا الذي اعتقدوا بالبداية انه مختل، ولقطوا وهاجموا وقال له ليه انت عملت هيك، وقال له اذا بعد بشوفك بهيدا المبنى او بسواه رح بلغ القوى الأمنية أو رح اتعامل مع الموقف بطريقة مختلفة. طبعا كان الموقف فيه كتير من العصبية والانفعال، يعني كان الحديث في نبرة أعلى من هيدي النبرة، وهيدا طبيعي لأنه الرجل غضب كثيرا عندما رأى هذا الموقف أمام عينيه. يعني تبين أنه هيدا الذي فعل هذا الفعل موجود بمحيط منطقة الطيونة بشكل دائم، لكن مش معروف اسمه لأنه ما معه هوية. وللمفارقة كمان أنه عملها أكثر من مرة، والسبب هو إدمانه على الكحول، لأنه مدمن على الكحول. ولما اللقط كان واضح أنه كان مدمن، وبرر اللي عمله، قال أنه أنا ما كنت عارف، ما كنت واعي، كنت شربان كتير، ما انتبهت، بعتذر. يعني اعتذر على هيدا الفعل وفل. هيدا الشخص موجود بمنطقة الطيونة وبمحيط هذه المنطقة، وعم بيتعرض فعليا لما بيشرب كتير، بيروح صوب السيدات، يعني بيوقف حد المباني وبينطر أي سيدة لتنزل ليهجمها وليبوسها بهيدا الشكل. وربما الأسوأ كان سيحدث، الحمد لله أنه ما صار الأسوأ من هيدا المشهد. هون ضروري تتحرك الجهات المعنية برأيي لإدخال هذا الشخص إلى مصح بداية لمعالجته من الإدمان، يتم معالجته بشكل نهائي وتام من إدمان الكحول، وكي يبعد عن هذا المحيط البشري أو هذا المحيط الإنساني اللي في عدد كبير من السيدات والرجال في هذه المنطقة. لأنه فعليا نحن نعاني من تفلت أمني بمفهوم آخر، تفلت أمني مش بمعنى أنه في عمليات لا سمح الله، انفجارات وإلى ما هنالك. في تفلت أمني اجتماعي، في أناس يعرضون حياتنا وصحتنا للخطر، وصاروا كتار موجودين بكل المناطق. على كل حال نحن بنتمنى أنه يتم التعامل مع هذا الموقف من قبل أي شخص معني بمنطقة الطيونة كرمال ما تتكرر هيدا القصة. عبد الله بعلبكي.